اي لاعب في الاهلي عايز يمشي هنقول له مع السلامه وهات عقد مع حفظ حق النادي. رسائل نابيه من شويه من محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الاهلي، واللي على مقاسه الكلام يلبسه. كابتن محمد يوسف بيقول لك مفيش ولا لاعب ولا وكيل يقدر يجبر النادي الاهلي على حاجه الا لو كانت برغبه النادي الاهلي. قال لك ان عبد القادر كان مفكره هو اللي ما كانش عايز ينزله التدريبات مش في بيرو، مجرد ما مشي في بيرو قال له انزل يا عم اتمرن عادي وشوف الدنيا معاك هتبقى عامله ازاي. سالوه على العقود اللي جايه بتاعت عبد القادر وديانج وكوكا، هنقول عبد القادر وديانج يعني، سيبك من التالت ده مش مشكله يعني. قال لك ان الملفات دي في ايد وليد صلاح الدين وهو اللي بيتابع الملفات دي وصلت لحد ايه، وان هو ملوش علاقه بالكلام ده يعني، دي من اختصاصات كابتن وليد صلاح الدين. اتكلم برضه على العقوبات والمكافآت، قال لك برضه دي مش تبعي، دي برضه من ضمن صلاحيات كابتن وليد صلاح الدين. من الواضح كده ان كل حد في الاهلي خلاص ابتدى يبقى عارف ايه التزاماته وايه اللي عليه، لان الدنيا كانت عايمه شويه، بس من الواضح كده ان خلاص كل واحد عارف هو ماسك الملفات ازاي وبيعمل ايه في كل ملف. قال كمان ان الجهاز الطبي بيسعى انه يحاول يجهز زيزو لمباراه القمه، ولسه هنشوف الجهاز الطبي هيرد عليه ويقول ايه. اتسال كده برضه سؤال خبيث من ابراهيم فايق، بيقول له هل مطروح دلوقتي مدرب مصري يعني زي حسام البدري، علي ماهر؟ هو قصده حسام البدري يعني، بس قال لك اجيب معاه ايه اي مدرب مصري. الراجل قال له والله وارد، كل حاجه دلوقتي وارده، كل الحلول مطروحه قدامنا على الترابيزه، نهار اسود ومنيل. سال طبعا عن المدرب الجديد، الناس بقى لهم 3 4 ايام قالوا يجي 30 40 مدرب. الراجل قال لك والله يا جماعه احنا على مهلنا خالص، يعني بنتحرى الدقه ومش عايزين نبقى متسرعين ومش عايزين نكرر موضوع ريبيرو، فعلى مهلنا يعني. على مهلنا ايه يا كابتن محمد؟ احنا داخلين في شهر يا كابتن محمد، ده في انديه تانيه بتغير وبتجيب مدربين في خلال ايام. ازاي انتوا النادي الاهلي مش عارفين تجيبوا مدرب في اقل من اسبوع او 2 حتى لو كان السيزون بدا؟ مش ممكن يا جدعان، مفيش بلان بي خالص يعني. اكيد احنا ما اتفاجئناش ان ريبيرو ده وحش، ما احنا جايين من كاس العالم وعارفين ان الراجل ده مش حلو. فين يا جدعان البدائل؟ المفروض كان يبقى في بدائل دلوقتي، ما تقعدنيش شهر وتقول لي لسه بدري. لا كمان ده اسمع كمان دي، ده اكد خلاص ان كابتن عماد النحاس هو اللي هيدير المباريات اللي جايه من ضمنهم مباراه القمه. ما هو طبيعي يعني مش هيجيبوا مدرب ويشيلوا الشيله. والله شارع عماد النحاس لا قدر الله، هيقول لك يا جدعان ما هو كان حد مؤقت. الراجل برضه بيقول لك انا ممكن اميل للمدرسه الالمانيه، بس برضه لسه ما فيش حاجه، ما فيش يا جماعه حاجه خالص. الراجل ما فيش حاجه مطروحه لحد دلوقتي يعني، حتى الدنيا ما قربتش. مش عارف بصراحه، مستغرب احنا ازاي نقعد كل ده من غير مدرب ولا حتى يكون في مدربين، مش عارف بصراحه. قال برضه من ضمن كلامه حاجه ايجابيه عجبتني، قال لك ان انا بدور على مدرب يكون شخصيه قويه، يكون مدرب عنده كذا طريقه لعب عشان يعرف يوظف بيها كميه اللعيبه والنجوم اللي موجودين معاه في الفريق. انا معاه في النقطه دي جدا، انت فعلا محتاج المدرب ده، بس انت اتاخرت جدا يا كابتن محمد. عايزين ننجز شويه في موضوع المدرب ده، مش عايزين الدنيا تفرط مننا اكتر من كده. طالما هنستنى بقى هنستنى يا كابتن محمد، يبقى خلاص يا باشا بقى خلينا بعد ما نخلص المطوشه اللي جايه دي وتروح تجيب لي مدرب اجنبي. ما ينفعش تستنى كل ده وفي الاخر تروح تجيب لي حسام البدري اللي انت كنت اصلا لو عايز تجيبه كنت تجيبه بعدها بيومين. الراجل ولا محتاج فتره اعداد ولا محتاج اي حاجه مش غريبه عن الفرقه يعني. فخلاص بقى طالما هنستنى يبقى خلاص بقى يا باشا نجيب لي مدرب اجنبي محترم زي ما انت قلت يعني. فوحد ابوك انسى موضوع حسام البدري ده خالص.